في قرية صغيرة كان في حكاية مشهورة عن عفريت غريب. الناس كانوا بيقولوا إنه العفريت ده بيظهر في الأحلام وبيخلي اللي يشوفه يعيش كوابيس مرعبة. كل واحد في القرية كان عنده قصة يحكيها عن العفريت، لكن محدش كان قادر يثبت إنه فعلا موجود. في ليلة من الليالي كان في شاب اسمه حسن. حسن كان شاب عادي، لكن كان عنده فضول كبير. سمع عن العفريت وقرر إنه يجرب حظه. قال لنفسه مفيش حاجة اسمها عفريت، دي كلها خرافات. فنام وهو متحمس. في الحلم لقى نفسه في مكان مظلم والجو كان غريب. فجأة ظهر له العفريت. كان شكله مرعب، عيونه بتلمع في الظلام وصوته كان زي الرعد. العفريت قال له انت جاي هنا ليه؟ حسن اتجمد في مكانه مش قادر يتكلم. العفريت قرب منه وقال أنا هنا عشان أوريك الحقيقة. كل اللي سمعته عني مش كد، لكن في حاجة تانية. أنا مش عفريت شرير، أنا بس بحمي نفسي. حسن كان مش مصدق، لكن العفريت استمر في الكلام. قال له الناس اللي شافوني في أحلامهم كانوا بيخافوا مني، لكن أنا كنت بحاول أقول لهم حاجة. في حاجة غلط في القرية وفي خطر قريب. حسن حس بقلق وسأل العفريت إيه الخطر ده؟ العفريت رد في واحد منكم بيعمل حاجات مش كويسة، هو السبب في كل الكوابيس. لازم تكتشفه قبل ما يحصل حاجة وحشة. حسن كان متوتر، لكن العفريت اختفى فجأة وفضل حسن لوحده في الظلام. صحى حسن من النوم وهو مرعوب، لكن كان عنده هدف. قرر إنه يكتشف مين الشخص اللي العفريت كان بيتكلم عنه. بدأ يسأل الناس في القرية، وكل واحد كان عنده شكوكه، لكن مفيش حد كان عنده دليل. بعد أيام من بحث حسن سمع عن واحد اسمه علي. علي كان معروف إن هو بيعمل حاجات مش كويسة وكان عنده سمعة سيئة. حسن قرر إن هو يواجهه. راح لعلي وسأله عن العفريت. علي ضحك وقال مفيش حاجة اسمها عفريت، دي كلها خرافات. لكن حسن كان مصمم. قال له أنا شفت العفريت في حلمي وهو قال لي إنك السبب في الكوابيس. علي اتغيرت ملامحه وبدأ يظهر عليه الخوف. حسن حس إن هو قرب يوصل للحقيقة. في ليلة تانية حسن نام تاني وظهر له العفريت مرة تانية. قال له انت قربت، لكن لازم تكون شجاع. علي هو السبب، لكن لازم تثبت للناس إن هو اللي بيعمل كده. حسن وافق وقرر إن هو يكشف علي. في اليوم التالي جمع حسن أهل القرية وبدأ يحكي ليهم عن العفريت وعن علي. الناس كانوا مترددين، لكن حسن كان مصمم. بدأوا يراقبوا عليا، وفعلا اكتشفوا إنه كان بيعمل حاجات مش كويسة. في النهاية أهل القرية قرروا يواجهوا عليا وابتعدوا عنه. العفريت اختفى من أحلامهم والكوابيس انتهت. حسن بقى بطل القرية والناس بدأوا يحترموه. لكن حسن كان عارف إنه العفريت كان موجود عشان يحميهم، وفضل يحكي القصة للأجيال اللي بعده. والقرية عاشت في سلام، لكن كل واحد كان عارف إنه في حاجة اسمها عفريت، وده كان درس مهم.